لا لا، غلط غلط غلط، خدي غرزه، لا عكس كده. ايوه دخليها هنا يا بنتي، هنا كده. ايه اوحي، اهي تاخدي دي نزلها تحت الغرزه، تطلعيها بقوم 3، نطلع من 2 بقوم 2، نطلع من 2 بقت 1. ايوه يلا خدي واحده. ايه ده غلط. انا زهقت اصلا. يعني عايز تتعلمي ولا تتعلمي ولا بتتنيلي؟ اسمعيني بس المهم الاول. انا وحسام هنتخطب خلاص. طب كويس. وانا هموت واعرف هو بيقبض كام. انا قلقانه قوي من العيشه والغلا اللي احنا بقينا فيه ده. هسألك سؤال سألته عليه لقيته متدين وكويس واخلاقه كويسه؟ بيشتغل شغلانه حلال ومناسبه ليكي؟ الحمد لله. اهلك اتفقوا معاه وهتجيبوا شبكه كويسه؟ حصل. جايب لك شقه في منطقه عجباكي؟ ايوه. هو انت عايزه توصلي لايه بالظبط؟ جاوبيني بس على اخر سؤال وبطلي وش. اهل ولاد حلال وشكلهم محترمين؟ ايوه يا ستي. يبقى مش من حقك تعرفي خطيبك بيقبض كام، انتوا لسه على البر. ازاي يعني يا ولاء؟ زي ما بقول لك كده، انتوا لسه على البر ومش من حقك تعرفي دلوقتي، واصلا ده سؤال محرج قوي، ما ينفعش اهل العروسه يسالوا للعريس يوم قعده التعارف. انا اصلا غلطانه ان انا جيت لك وجيت سالتك. انا اساسا مش هاجي هنا تاني. يا جسمه يا حيوان. شوفي البت وغلها بوظت لي المفرش والخيط علشان مش عايز تتعلم كروشيه. ابقي قابليني لو فلحتي بجواز اصلا. انت كان قرف، قلبتي الدنيا. منك لله يا شيخه، منك لله، بهدلتي الدنيا. منك لله منك لله، ربنا يحرق دمك. هينضف ازاي ده دلوقتي؟ كل ده عشان بقول لها ما ينفعش تسال خطيبها هيقبض كام. اصلا لو فكرت تساله السؤال ده خبط لزق كده هيقول عليها ايه؟ طبعا هيقول في باله لو عينيها مليانه مش هتسالني السؤال ده، ويا ريتها تيجي على قد كده. ده بقى في راجل ممكن تسرح منه ويفكر انها عايزاه تسيطر، ده غير كمان اللي ممكن يقول انها داخله على طمع وانتوا لسه بتقولوا يا هادي. والبنات دلوقتي بقت كلها ناصحه وفاهمه وعارفه لو تقدم لها عريس بيشتغل ايه يبقى بيقبض كام، او على الاقل يعني في رينج كام. كده كده هيبان في مستوى الخروجات والتجهيزات اللي هتتعمل قبل الجواز. المفروض الراجل بقى هو اللي يفتح الموضوع ده من نفسه، مش هي اللي تسال. طب لو انا بقى اللي معايا مش لمحهم وما فتحوش، هقول لك للاسف في رجاله بتبقى كتومه بطبعها مش قصدها الداري. طب واحده هتقول لي هو كتوم، انا افتح معاه الموضوع ازاي واعمل معاه ايه يا قروبه؟ هقول لك علشان تفتحي كلام معاه محتاجه شويه دبلوماسيه، وده عشان ما يحسش انك داخله عليه دخله مباحث الاموال العامه. اول حاجه افتحي الكلام معاه في وقت ظريف ولطيف، يعني ما يكونش متوتر او مشغول وبيفكر في حاجه، يكون بقى يوم هادي كده وانتوا خارجين تتفسحوا شويه مع بعض او بتتكلموا عادي عن مستقبلكم في الجواز. طب لو ما خدش باله بقى من النقطه الاولانيه، ندخل على النقطه الثانيه. مين هيمسك مصروف البيت؟ طب هيبقى كام؟ يعني هتروح معايا واحنا بنشتري طلبات البيت من السوبر ماركت، ولا هروح لوحدي، ولا انت هتروح لوحدك؟ مين رايح فين فينا؟ ولا انا اروح وتبقى تحول لي انستا باي؟ وفي وسط الكلام كده ارمي له كلمه هو انا ليه ما اعرفش انت بتقبض كام لغايه دلوقتي. واكيد ان انت مش عايز تعرفي حاجه عن فلوس، انت بس مجرد سؤال بتسالي عشان تعرفي حياتكم بعد كده بعد الجواز هتبقى عامله ازاي. ده بقى هيخلي السؤال يبان طبيعي ومنطقي، وهيفهم ساعتها مش ان الفضول هيموتك، لا انت بتساليه كمشاركه، او مش بتسالي علشان تسيطري او بتشكي فيه. خلي الكلام صريح ما بينكم، وخليكي جاهزه انك لو بتشتغلي ممكن يسالك هو كمان انت بتقبضي كام، او يسالك هتساهمي معايا في مصاريف البيت ولا لا، وان البيت هيمشي ازاي. انت كمان لو عايزاه يجاوبك بصراحه جاوبيه بصراحه وقولي له رايك في كل حاجه. خلي الكلام رايح جاي بينكم مش بر وعتب والسلام. فتح البيت مسؤوليه كبيره ولازم كل حاجه تبقى على نور. اخر حاجه يا بنات، مش الفكره انكم تعرفوا خطابكم بيقبضوا كام، الفكره كلها انكم لازم تكونوا واثقين في بعض علشان ما يبقاش في مفاجآت بعد الجواز، لان الجواز بيعتمد على الصراحه من ناحيتك وناحيته. انتوا كمان يا بنات قولوا لي تعرفي خطيبك بيقبض كام ولا لا، وفتحتي معاه الموضوع ازاي.